الظاهرة كريستيانو رونالدو من بعد الانستغرام والفيسبوك اللي عنده فيهم متابعين بالملايين، كان الغموض علاش كريستيانو ما عندوش قناة على اليوتيوب، مع العلم ديالو انه غادي يحقق ارباح خيالية من خلال المشاهدات. لكن كنظنوا مع اغلب المتابعين والمحللين في هذا الميدان ان كريستيانو عنده طاقم فني كيسهر على هذا الشيء ديال الميديا، حيث انهم تبعوا واحد الاستراتيجيه خطيره ديال التشويق وخالف تعرف، حيث ان اغلب النجوم اللي كنعرفوهم عندهم قناتهم على اليوتيوب، لكن الطاقم ديال كريستيانو فضلوا انهم يبقاو مده طويله عاد يفتحوا هذه القناه كخطه تسويقيه. وحتى شركه اليوتيوب عندها يد كنظن في هذا الشيء، حيث بان كريستيانو كيحتفل مع الوليدات ديالو بالدرع الذهبي من بعد فقط ساعات. يعني الامر كان مدبر، لحقاش الدرع كيتعطل على الاقل شهر باش يقدوه لمولاه. الان القناه ديال كريستيانو كتكبر بواحد الطريقه رهيبه ومرعبه، وعدد المتابعين وصل لحد الان ل 39 مليون مشترك. السعوديه بالطبع وقبل يومين استغلت الفرصه ونشرت عبر القناه ديال كريستيانو فيديو ترويجي للسياحه في هذا البلد، والفيديو وصل ل 9 مليون مشاهد. بزاف ديال الناس جاهم هذا الشيء غريب بزاف وماشي طبيعي. وانت اشنو بالك؟